انكر ار 100 قبل بضعه ايام من البلاك فرايداي انكر راحت منزله لنا اعلان وقالت لكم يا جماعه دلوقتي احنا نزلنا سماعه سعرها رخيص اقل من 1000 جنيه وجربوها وهتبقى تجربه حلوه جدا من ساوند كور. فيا ترى هل فعلا جوده المكالمات فيها كويسه؟ هل فعلا الاستماع فيها تجربه كويسه؟ واخبار البيز اب بتاعها ايه؟ ده اللي هنشوف حلقه النهارده. انا كريم الشرقاوي، يلا بينا نبدا الحلقه دي. اول حاجه هنشوفها وهي علبه السماعه من قدام. طبعا ساوند كور اول داي بلاي كده، ان هم جايبين من 5 ل 6 ساعات استماع في الشحنه الواحده لو مشغلها على المستوى المتوسط. مع العلبه بتاعتها بيكون 25 ساعه متواصله للاستماع. يعني انت لو معاك العلبه مشحونه مش محتار ان انت تشحن العلبه تاني، كل مره هتحطها هتشحن تديك من 5 ل 6 ساعات، ففي الاخر التوتال يبقوا 25 ساعه. كمان تقنيه البيز اب، ودي كنا اتكلمنا عنها مثلا في حلقه الانكر فلير 2 اللي هو بيعلي البيز، وفي طبعا انت ممكن تلغيه خالص، ده برده موجود في السماعه هنيجي ليها كمان شويه. ومكتوب كمان كلير كولز، يعني بتدي لك مكالمات صافيه ان انت تقدر تتكلم من المايك، هنشوف برده ده بعدين. واي بي اكس 5 ووتر ريزيستنت، يعني دي ما ينفعش ان انت تحطها في الميه هتبوظ، لا ممكن تبقى ضد رذاذ الميه والعرق عشان لو بتروح الجيم مثلا او حاجه مش هتبوظ منك، ودي حاجه كويسه. ده كل اللي احنا هنلاقيه على ظهر العلبه. فتعالوا نفتح العلبه ونشوف فيها ايه. اول ما بنفتح العلبه بنلاقي فيها اليوزر مانيوال اللي انا بقول لكم دايما اقروه، لو انتوا مثلا ما تعرضوش السماعه لدرجه حراره كبيره جدا في الشمس او درجه واطيه جدا من حراره برده، يعني ما تبقاش جليد، مش بيها مثلا سكي ايجيبت او المول في دبي مثلا لو في جليد او كده، فحاول انت ما تاخدهاش معاك عشان هتبوظ منك. وطبعا في الارشادات ازاي تستخدم السماعه، وبيجي كمان معاها الشاحن التايب سي، وبيجي معاها وسادات للاذن لو هي مش كويسه على ودنك ممكن انت تحط فيها اي واحده من دول. هو بيجي معاها 3 احجام بس. دي كانت كل حاجه طبعا. وعلبه السماعه دي، علبه السماعه عايز اقول لكم يا جماعه دي بتلم تراب بس. في الاول هم كانوا حاطينها بسلوفان ورابطينها وبتاع مش عارف، عمال اقول لي ايه كل السلوفان اللي حواليها ده في ايه يا جماعه؟ لقيتهم بقى ان هي عشان انا اول ما شفتها من السلوفان راحت لما تراب في ثانيه كده، تحس انها بتشفط التراب من الجو. علبه السماعه زي ما احنا شايفين اهي، هي ملهاش شبه، يعني هي تصميمها مختلف شويه، بيضاوي كده سنه. تحت هنلاقي مدخل الشاحن اللي هو التايب سي، وهنلاقي زرار جنبيها ده اللي هو بتاع الريسيت بتاع السماعه. ومن قدام كده من هنا في زي قطشه كده، قطشه موجوده في السماعه علشان تديك ملمس كده، هي مش كلها بيضاويه ملساء، لا في حته كده اللي هو تبقى سهله ان انت تفتحها بايد واحده، سهله جدا جدا، انت عملت كده تفتحها على طول. هنلاقي بقى من جوه السماعات، وفي طبعا ليد انديكيتور من قدام ده عشان يقول لك بقى حاله السماعه في حاله الاتصال وكده. طبعا انت بتفتح بس دي، تفتح بلوتوث هتلاقيها ظهرت عندك، تدوس كونكت خلاص. هي مالهاش علاقه بالبرنامج للاسف، ما لقيتهاش موجوده في البرنامج، مش عارف دي هتيجي في تحديث بعد كده ولا لا، ولكن كل الاستخدامات بتاعتها بسيطه جدا. البيلد كواليتي بتاعتها او الخامات بتاعتها من البلاستيك، السماعه نفسها والعلبه بتاعت السماعه بلاستيك خفيف قوي، ولكن يعني قشطه بالنسبه لسعرها 600 جنيه، فهي زي باقي المنافسين اللي في سعرها، ويمكن هي اقيم شويه من بعض المنافسين التانيين اللي احنا كنا جربناهم. تتحط في الودن بالشكل ده اللي هي ان اير. يعني ايه ان اير؟ يعني جوه الودن، ليها وساده زي دي كده، بصوا دي ليها وساده جوه الودن، وده شكل السماعه، ليها شكل كده شويه شبه الايربودز برو، هي ليها كده برضو شكل مختلف زي ما انتم شايفين اهو. هي خفيفه في الودن، لكن لما بتخش ودنك ما بتعملش نويز كانسليشن، اللي هي ما فيهاش نويز كانسليشن سواء في المكالمات او في المايك. هي ما بتديلكش العزل الجامد، ولكن هي موجوده في ودنك ثابته، ما فيهاش اي حاجه خالص. ما فيش بس غير السماعه اليمين هي اللي كانت بتلق مني شويه، اعتقد ده بسبب الوسادات، فده انت ممكن تغيرها عادي وتتغلب على الحته دي. التحكم فيها دوسه واحده اليمين بتعلي، دوسه واحده شمال بتوطي، دوستين توقف الاغنيه على الودن اليمين، ودوستين على الودن الشمال بتشغل الاسيستنت، 3 دوسات على الودن الشمال تحول ما بين البيز اب والنورمال. تقدر كمان انت ترد على المكالمات او تكنسل على المكالمات من نفس السماعه. تجربه الاستماع بالنسبه لي كانت تجربه كويسه جدا بالنسبه للمنافسين بتاعتها، ولكن هي مش احسن تجربه. يعني هي كويسه ولكن مش احسن تجربه. الانكر لايف مثلا هي 900 جنيه تحت ال 1000 جنيه، كان الصوت فيها احسن منها بكتير جدا. لو جيت مثلا قارنتها بسماعه من سماعات ريماكس اللي احنا كنا بنجربها، او بعض السماعات الثانيه اللي هي فرنج ال 500 جنيه و400 جنيه الوايرلس، دي احسن اختيار بالنسبه لي انا شخصيا، احسن اختيار في البيز واحسن اختيار في الاستماع. البيز بتاعها قوي جدا لدرجه ان انت بتيجي تعلي على الاخر انت ما تقدرش تسمع البيز، بيخبط في ودنك كده جامد، فهو قوي قوي. بس القوه دي دي مش دايما صح، لان هو المفروض ان هو يبقى قوي، ولكن ما يضايقنيش في ودني. انا كان بيضايقني فكنت بضطر ان انا اوطي شويه، ولكن هو اوفر اول الصوت واضح. سماعه ما فيهاش مستشعر للتقارب. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما احطها في ودني وشغال اغنيه مثلا، لما باجي اشيلها من ودني الاغاني ما بتقفش، لا لازم اوقف الاغنيه من السماعه او من الموبايل اللي انا مشغل من عليه الحاجه. فدي كانت بالنسبه للاستماع. بالنسبه لان انا بسمع وانا بتفرج على فيديو ما كانش فيه تاخير في الحته دي، ولكن لو انت هتلعب بيها في ليتنسي مثلا هنقول 3 من 10 في الثانيه، يعني
بسيط قوي قوي قوي، ولكن يظل فيه ليتنسي لان هي وايرلس، ولكن ده تقريبا انا ما حسيتش بيه خالص. وتجربه الاستماع فيها خطيره جدا، انصح بيها جدا. سمعت فيها ببيز ومن غير بيز، تجربه الاستماع فيها حلوه قوي. نيجي بقى لتجربه المكالمات. تجربه المكالمات كانت اخطر مما انا كنت متخيل. انا قلت انا هجيب السماعه المتاكد مليون في الميه ان هي فيها مشكله في المكالمات، خلاص هي دي هتبقى زي اي سماعه انا جربتها تحت ال1000. حتى انا جربت الانكر ساوند كور لايف، ولكن ما كانتش زي دي خالص. دي انا جربت المايك بتاعها اول ما جبته، ما قلتش لحد ان انا بتكلم منها، فكلمته وسالت عليه وكلمت معاه في موضوع، وهو في الاخر بقول له انت حاسس باي تغيير في صوتي او كده؟ قال لي لا انا بفكرك بتتكلم عادي. لما انا قلت له ان انا بتكلم من سماعه، قال لي جميله جدا جدا جدا. دي كانت كل حاجه في حلقه النهارده عن الانكر ار 100. لو عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنتس وهرد عليك على طول. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتك، يا ريت تشوف الحلقات اللي فاتت برضه هتعجبك جدا، ولف لفه كده في البلاي ليست بتاعت انكر. شكرا ليك انك اتفرجت على الحلقه للاخر، بشكرك شكرا جزيلا. السلام عليكم.